السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد مع بعض، فيديوهاتنا ازاي تشطب شقتك، ونتكلم عن نقطة مهمة جدا. موضوع السبوتات. ازاي اقدر اوزع السبوتات عندي في الشقة بطريقة صحيحة. الموضوع يا جماعة مش كلام محفوظ ومش كلام عشوائي، لا ده ينفع ولا ده ينفع. بنشوف طبعا كوارث كوارث حرفيا كوارث في موضوع توزيع الاضاءات. بلاقي ناس لما حتى على جروبات الديكور لما حد بيدخل يسأل، يا جماعة عندي ريسبشن مثلا عايز اوزع الاضاءة، فلاقي مثلا حد يرد يقول كل 70 سم، كل 80 سم. الموضوع مش كده خالص. الموضوع مش كده نهائي. الموضوع يا جماعه واحنا بنعمل الفيك سيلينج او اللي هو السقف المعلق، احنا بنسال نفسنا احنا عاملينه سواء مثلا فلات او فريم وات ايفر الشكل ايه، انا عامله ليه؟ انا عايز اضاءه انور بيها المكان، او اضاءه تبقى متوزعه في المكان، او اضاءه بعمل بيها فوكس على ايتم معينه او شيء معين او عنصر معين انا عايز اظهره، او اضاءه بتظهر لي جداريه معينه ديكوريه انا عاملها. ده اللي بيفرق انا بعمل سبوتات ازاي. الموضوع مش كده. فضروري يا جماعه لو عندي مثلا سي ريسبشن، افهم الاول انا عندي ايه في الريسبشن انا عايز اعمله. تمام، الجبسون بورد يخدم ازاي العفش. الموضوع كله اساسه هو العفش اللي تحت بيترتب عليه الشغل اللي فوق عندي، سواء شكل الجبسون بورد او سواء توزيع الاضاءه. فانا مثلا سي انا عايز اوزع سبوتات. طب انا عندي دلوقتي في سي مثلا عندي حيطه فيها جداريه، شغل نحت، شغل حجر، شغل بدائل، شغل في تابلو بشكل شيك او وات ايفر ايه الديكور اللي معمول. انا عايز اعمل دلوقتي فوكس عليه، يبقى المكان ده انا هركز فيه سبوتات. ده مبدئيا يبقى قبل ما اوزع هحترم المكان ده. طيب في ايه تاني؟ عندي اعمده بارزه، الاعمده دي هحط عليها تابلو شيك، او هحط عليه مثلا ديكور مختلف عن بقيه الوان الريسبشن، هعمل عليه تجليده خاصه بشكل شيك او حاجه. فانا عايز اعمل فوكس، فهحط السبوت لايت في سنتر العمود. بعد كده لو انا خلصت ده عندي ايه كمان؟ مثلا ممكن عندي بانوهات. ازاي انا احترم البانو؟ يبقى اخلي زي ما شفت قبل كده، كنت عامل في الفيديو بتاع البانوهات، لو حضراتكم خدتوا بالكم السبوت لايت انا بعمله في سنتر البانو، والعريض بحط 2 سبوت او 3 سبوت حسب العرض وحسب الحاجه اللي جوه البانو نفسه. فدي الحاجات يا جماعه اللي بتحدد لي طريقه توزيعه والمسافات اللي بين السبوت لايت. مفيش حاجه اسمها احط سبعينات ثمانينات وامشي 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 وامشي، تيجي على طرف عمود، تيجي في بره العمود وتخلف وتعمل. اكتر حاجه بتستفزني لما بشوف سبوت لايت، يعني واحد عامل عمود وعامل فيه ديكور والسبوت بره العمود. انت بتعمل ايه؟ انت حافظ مش فاهم انت ايه اللي انت بتعمله يا جماعه؟ مش كده. دايما كلمتي اللي بكررها، نفهم ديكور. في فرق بين اللي فاهم واللي حافظ، في فرق بين اللي بيفكر واللي بيجيب وقص ولزق من على النت. فما ينفعش اكون انا عامل بانو وشكله شيك وبتاع، والاقي في الاخر السبوت في حته تانية. طب انت بتعمل فوكس على ايه بقى؟ او الاقي مثلا حد حاطط لي علبه الكهرباء، ده بقى كارثه. لما بشوف كده اعرف ان اللي عامل كده مستحيل يكون مهندس، والله مستحيل. لو عنده ب 2 جنيه سنس مش هيعمل كده. ابص الاقي علبه الكهرباء محطوطه في يعني الفريم بتاع البانو اهو محطوط في الطرف. لا، وفي حاجات بتبقى انيل بصراحه لما بلاقيه بقى قطع البانو علشان الكهرباء جايه في البانو. فده طبعا بيدل ان مفيش لا تنظيم ولا شوت دروينج ولا سنس ولا اي حاجه. فيا جماعه السبوتات مش عشوائي ومش حفظ. السبوتات يا جماعه بتتوزع خاصه في الريسبشن على حسب العفش بتاعي ايه، علشان يفيد الناس اللي قاعده. زي مثلا شفت قبل كده من ضمن الحاجات برضو اللي انا دايما بقولها، ما نقلدش الاجانب. حد جايب صوره ناس اجانب وبتقول يا جماعه ما حدش يحط السبوت قريب من الحيطه، وجايب شكل انسان ان وشه مضلم. ده ما فيش بربع جنيه فيزياء يا جماعه اللي بيقول الكلام ده.
يا جماعه الكلام ده يحصل لو انت الريسبشن كله ما فيهوش غير سبوت لايت واحد بس ورا دماغ الراجل اللي قاعد، ساعتها هيعمل لك شادو على وشه ويبان وشه انه مضلم. انما في اختراع اسمه ريفليكشن، انعكاس يا جماعه. الريسبشن في عدد سبوتات وكله عامل ريفليكشنز، فما فيش المنظر اللي بيجي في الصور ده، يعني مش عايز اقول عبط، ده ما فيش هندسه، ما فيش هندسه. واللي بيردد يقول لك لا ما تحطش السبوت قريب من الحيطه، والله امال انا عامل جداريه عشان ايه؟ يعني انا لما اكون عامل جداريه وعايز اسلط حاجه توريني الاي اس بقى بالانجل الشكله شيك ونازل على الجداريه، خير احط انا مثلا اسيب 80 90 سم من الحيطه، الانجل نفسها بتاعت الاضاءه مش هتنزل اصلا على الحيطه. فيا جماعه ما نرددش واحنا مش فاهمين، ما نرددش واحنا حافظين. كل حاجه بتتحط وبتتوزع بناء على فكر، تصميم، معايير هندسيه، علشان في الاخر خالص تبص للفينش العين تحبه. عشان كده دايما بتكلم كتير في فرق السماء والارض بين التشطيب وبين الديكور. التشطيب ماشي بيعمل البند، بند الكهرباء مظبوط، الكهرباء مظبوط، البانو مظبوط، البانو مظبوط، ولكن التواصل اللي بينهم والعلاقه اللي بينهم مش موجوده. هو هنا بقى في وظيفه الديكور ان اعمل الحاجه اللي تخلي الشكل جميل مريح للعين وفي نفس الوقت عملي ومهم في استخدامه. ربنا يعلمنا ويعلم حضراتكم، وان شاء الله في ميعادنا بعد فيديو جديد زي شطب شقتك. السلام عليكم.